مساء الخير عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ لو اللي مش عارف بحب افكره، او اللي كان مشغول اليومين اللي فاتت، او كان لحد تليفونه مقفول، كان مسافر، ايا كان المبرر، انه كابتن احمد شوبير الاعلامي الكبير العظيم اللي كلنا بنتعلم منه طبعا. الشركة المتحدة نزلت بيان من يومين انه كابتن احمد شوبير تم ايقافه، وبالتالي انهاء التعاقد معه فورا. هم حطوا كلمة فورا، انا ما بجيبهاش من دماغي. تم انهاء التعاقد معه فورا. الحقيقة يعني خبر فرح جمهورية مصر العربية كلها. بس انا كان ليا طلب، بس يعني انا عارفه ان هو صعب يتنفذ، مش مشكله. انا كان نفسي بس هو اللي يقول البيان. يعني انا بحب البيانات منه عامه، يعني انا بحب هو اللي دايما يقعد يقرا لنا البيان عشان تعليقه بيكون لطيف. فانا كنت عايزه اشوف تعليقه على خبر اقالته. بس مش مشكله، مش كل حاجه في الحياه هنطولها يعني. المهم ان انا عشت والحمد لله كان فيها الروح وحضرت الواقعه دي. مين سهى؟ مين سهى؟ مين سهى بجد؟ ماتش الاهلي وبيراميدز امبارح طبعا تحقق بفوز الاهلي بمجهودهم الشخصي، ولا اقبل اي تشكيك في اللي بقوله. الاهلي كسب بمجهوده الشخصي، خلاص، لا حكم لا فار لا طار لا راح، لا ما فيش الكلام ده، بمجهوده الشخصي. نرجع بس لقصه مجهوده الشخصي دي. بس انا عندي سؤال برضو ولسه محدش جاوبني عليه، وكتبت على الفيسبوك عندي: مين سهى؟ يعني هل هي شخصيه مهمه؟ هل هي حد يعني تبع مين سهى؟ علشان نبقى عارفين. وليه مش نهى؟ وليه مش لارين؟ ليه مش لارين؟ يعني فيها ايه لما تكتبوا لارين تركي؟ انا زملكاويه وانا عارفه ان انتوا ما بتقونيش، بس لما تكتبوا لارين تركي فين المشكله؟ مين سهى بجد؟ والله لما سالت السؤال ده على الفيسبوك جالي بعض التعليقات. ففي حد زملكاوي كده جميل من المتابعين بتوعي فكتب ايه؟ قال لي انه في 2011 ووراني بالدليل. بصراحه انتوا عارفين الزملكاويه ما بيتكلموش الا بالدليل يعني. فقال لي في 2011 الاهلي برضو كان عايز يعمل معاك يا اهلي وما اعرفش ايه، فطلعت لا ام بديعه فين. ففي واحد لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ففي واحد اهلاوي مين ام بديعه؟ مين ام بديعه ومين سهى؟ ففي واحد اهلاوي بعتذر طبعا، انا مش قصدي التقليل، بعتذر مش قصدي التقليل اطلاقا. انا والله العظيم انا عايزه افهم ده بجد. ده بجد. بس يا غريب خلاص بقى، ده بجد والله انا والله عايزه افهم مش اكتر. عندي بس تطلع. ففي واحد اهلاوي رد عليه وقال له بلاش هبد، لو انت عايز تعرف جمع الحروف. انا ما اعرفش من امتى التيفو لما بيترفع كده بنقعد نجمع الحروف عشان هي ما بنحلش كلمات متقاطعه. وبعدين لو هنمشي على كلامك حاضر نجمع الحروف مع بعض بعد اذنكم. لو حد جمع حاجه غير اللي انا جمعتها يقول لي. لا 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 ام بديعه فين؟ يعني خلاص محدش هيرد عليا. انا عارفه ولا هنعرف مين ام بديعه ولا هنعرف مين سهى. مش عيب اطلاقا، مش عيب اطلاقا، احنا اخوات سواء زمالك او اهلي. مش عيب اطلاقا لو احنا عندنا مشاكل في التيفو ان احنا نتعلم من جماهير نادي الزمالك، ولو في جماهير تانية في انديه اخرى تعلموا منها مفيش مشكله يعني. والله انا بشوفها بجد مش عيب. لو احنا عندنا ازمه في حته مش عيب ابدا ان احنا نتعلم علشان نحسن ونطور من نفسنا. انا بتعلم وانتوا بتتعلموا وهكذا يعني. طيب ندخل على النقطه اللي بعدها. سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ الجميل طبعا كلنا بنحبه وبنحترمه. كابتن سيد عبد الحفيظ طلع قال انا شايف ان ضربه الجزاء بتاعت حسين الشحات صحيحه، اصل حسين هيحط رجله فين؟ مش عارفه والله بجد. لا انا ما عنديش تعليق خالص على الموضوع ده. زي ما قلت لكم امبارح ان فعلا ده بجد ضربه الجزاء فعلا صحيحه، وما ينفعش نقف عند الموضوع ده، لان محمد حمدي سرته هي اللي قفلت على صباع رجل حسين الشحات. طبعا الموضوع ده سبب لصباعه ازمه نفسيه كبيره جدا. كان المفروض الحكم يدي طرد لمحمد حمدي هو وسرته، او انذار على الاقل لسره محمد حمدي وطرد لمحمد حمدي. ولكن طبعا انتوا عارفين بقى الحكام والكلام ده، مش هنعلق على الحكام يعني. فطبعا ضربة الجزاء صحيحة مليار في المية. انا ما عنديش مشكلة اطلاقا انه رجل المباراة تروح لمين، لاننا كلنا عارفين كيف تدار، ومش هنقعد نتكلم في كلام مش هيودي ولا هيأخر ولا هيأثر اساسا. تمام، انا ما عنديش مشكلة اطلاقا. حسين الشحات اخذ رجل المباراة. عندي سؤال: هل من المنطقي
انه اخد رجل المباراه واروح للكاميرا واطلع لساني للكاميرا ورقص واحتفالات وكأن الدوري خلاص اتحسم وكأن خلاص دي النهايه. ده جماهير كلهم سواء الزمالك او اهلي او اي نادي من الانديه الاخرى قالوا لك ايه؟ قالوا لك يا ريت لما الدوري يتحسم خلاص واللي يفوز سواء الاهلي او بيراميدز نمتنع عن الاحتفالات احتراما لوفاه لاعبنا الراحل احمد رفعت. لسه ما كملش اسبوع، اقل من اسبوع، لسه الولد ما كملش. فاحتراما ليه المفروض ان احنا نوقف احتفالات. فهل من المنطقي ان احنا نبقى كلنا بنطالب ان احنا نوقف الاحتفالات في حين ان الدوري لسه ما اتحسمش؟ يعني انت كسبت ماتش قدام بيراميدز الحمد لله، وصلت بالسلامه، قابلت بيراميدز، فانت تروح على الكاميرات وتقعد تطلع لسانك علشان انت فكرت في انه انا عملت كده قصاد بيراميدز، قصاد الشيبي، فهفكر في مصلحتي الشخصيه او هفكر في تصفيه حسابات شخصيه، ومش هفكر لحظه في ان في لاعب ارضيه الملاعب دي شهدت ان هو كانت اول وفاه عليها. توفى مرتين، مره على ارضيه ملعب ومره في بيته. مصيبه حصلت للوطن العربي كله، خلت الوطن العربي كله عايش في حزن وازمه كبيره، والبني ادم لسه بيحاول يطلع منها وبيحاول يبدا يتعايش من الصدمه اللي حصلت دي في وفاه شاب من الشباب الجمال. لسه بلاش احمد رفعت، لسه عندك في بنتين من جماهير النادي الاهلي لسه متوفيين من فتره قليله، برضو لسه متوفيين. فاحتراما للبنتين اللي توفوا واحتراما لاحمد رفعت زميلك، هل من المنطقي ان انا لما اخد رجل المباراه بدل ابتسم، ما بقولكش ما تعملش كده، وليه بقول لك انت الكلام ده؟ لان انت لاعب كره قدم لا يلام الجمهور على فكره في احتفالاته، لا يلام الجمهور خلاص، ما اللي عايز يعمل حاجه يعملها، ولكن كوني لاعب كره قدم فانا اتحطيت في الدايره، فكل خطوه عليا محسوبه. فباي منطق ان انا ما احترمش وفاه زميلي اللي لسه متوفي، ان الارض اللي بلعب عليها دي شهدت انه وقع عليها اول مره، وما احترمش وفاه 2 من مشجعتين النادي اللي انا فيه توفوا هم جايين يشوفوني، ولسه وفاتهم من قريب مش من بعيد اطلاقا. ما بنقولش ما تفرحوش، افرحوا، الحياه بتستمر، ولكن لو الفرح ده باحترام يكون افضل كتير. نخش على النقطه اللي بعدها. مباراة السوبر الافريقي هتقام في السعودية، الانباء خلاص طلعت والتأكيدات طلعت خلاص واتحسم الموضوع. طيب في ناس طلعوا اخبار بتقول انه كابتن حسين لبيب ومجلس ادارة نادي الزمالك لسه هيقعدوا علشان يتناقشوا في الموضوع ده عشان يرفضوا بلا بلا بلا. لا يحق لاي نادي من الاندية المشاركة اللي هم مين؟ الزمالك والاهلي، ان هم يتدخلوا في مكان اقامة المباراة. الموضوع محسوم، هتقام في السعوديه، مجلس اداره نادي الزمالك ملوش علاقه تماما بالموضوع. الموضوع ده خاص بالكاف، مش خاص بالزمالك، مش خاص بالاهلي، محدش فيهم ليه علاقه، لا الزمالك ولا الاهلي. فالمباراه خلاص اتقرر ان هي هتقام في السعوديه. طيب يعني ما يحقش نادي الزمالك، ما يحقش نادي الزمالك. يعني الانباء اللي بتتقال على السوشيال ميديا دي بان مجلس الاداره هيقعد وهيجتمع عشان يعتذر او ان هو يطلب معرفش، ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. مش من حقوق نادي الزمالك او خلافه ان هو يقول لك لا انا مش هقبل ان هي تقام هنا، انا هقبل ان هي تقام في الحته الفلانيه. خلاص، عشان بس نتكلم في الجزئيه دي. نيجي بقى لقرار الشركه المتحده باقاله احمد شوبير والغاء التعاقد معه. الحقيقه كان من اعظم القرارات، بقى خلينا نتكلم بجد شويه، انه الحقيقه ان هو من اعظم القرارات. في ناس بقى بتتكلم تقول لك ايه، طب يلا في حمله النظافه اللي واخداها الشركه المتحده دي نتمنى ان برضو سيف زاهر نفس القصه. خليني بس انا عندي تعليق بسيط، او ده رايي عايز اقوله على سيف زاهر. الحقيقه يا جماعه مش عيب ابدا لو الانسان كان بيخطأ وبعد كده اتعلم من خطأه. لما الشركه المتحده نزلت بيان وقت ازمه شوبير واحمد سليمان، لما كانت حصلت المشكله على السوشيال ميديا، ساعتها المتحده نزلت بيان قالت بنحترم نادي الزمالك وبنحترم مش عارف ايه وجماهير نادي الزمالك وخلافه. نادي الزمالك برضو نزل بيان وقتها وقال لك واحنا بنحترم المتحده وبنحترم وخلافه. طيب من وقتها لو هتركز هتلاقي كابتن سيف زاهر واخد اتجاه مختلف تماما عن الاتجاه اللي كان بياخده قبل كده، ومن وقتها بيتكلم كويس جدا على جماهير نادي الزمالك وعلى نادي الزمالك. لو مش هيتكلم كويس عنهم فعلى الاقل مش بيجيب سيرتهم بسوء، على الاقل مش بيثير الفتن، على الاقل مش بيعمل ضغينه مع جماهير نادي الزمالك ولا بيحتك بيهم ولا بيقلل من مجلس ادارتهم. يعني احنا كانت مشكلتنا فين؟ كانت مشكلتنا الاعظم ان هي مع كابتن احمد شوبير.
كابتن احمد شوبير لو حتى لو ما كانش فيه مشكله بين الزمالك والاهلي ولا هنقابل بعض في ماتش ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه تستدعي تماما ان احنا نتخانق مع بعض. كابتن احمد شوبير لو كان طلع بس كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم، كنت بتلاقي الجماهير كلها في شعور بتتقطع، يعني كلنا بنقطع في شعر بعض يعني الحقيقه. فانا شايفه انه مش عيب ابدا ان احنا البني ادم يدي فرصه تانية طول ما البني ادم بيقرر ان هو يحسن من نفسه. بالعكس احنا المفروض نساعد البني ادم ان هو يحسن من نفسه، مش نقول له انت غلطت قبل كده حتى لو حسنت من نفسك، لا مش هنقبل ان انت تحسن من نفسك، يلا مع السلامه. ولكن خليني اقول لك، فده رايي انا، ما اعرفش برده ممكن يكون ارائكم مختلفه، كل يعني اختلاف الراي لا يفسد الود قضيه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. في حمله النظافه اللي دايره دلوقتي دي، واللي الحقيقه بنقول عليها شابو للشركه المتحده على القرار اللي اخذتوه دوت، انا عندي وجهه نظر انا وبعض الناس على السوشيال ميديا برضو، كلنا قلنا نفس الكلام ده على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى حاجات كتير قوي، انه احنا عندنا شباب صغير ليه ما نستفدش منهم؟ عندنا اعلاميين صغيرين، عندنا ابراهيم عبد الجواد، عندنا ابراهيم فايق، عندنا اللهم صل على سيدنا محمد احمد علي، عندنا لا كنت هقول اسم واحد غلط، عندنا هاني حتحوت، عندنا امثالهم كتير جدا 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 وشاطرين جدا جدا، مش عايزه انسى حد بصراحه. عندنا امثله حلوه جدا، وعندنا امثله مثقفه، وعندنا امثله لا توجد لها اي مصلحه، وعندنا امثله يعني ولا اروع ولا اجمل سواء في الزمالك او في الاهلي. على فكره في امثله في الجهتين كويسين قوي، كوادر شبابيه، فليه ما نستفدش باكبر قدر من الكوادر الشبابيه دي؟ وخلاص بقى نقول للقديم فات، يعني القديم اللي فات بقى نقول له مع السلامه بقى، كفايه كده. ليه؟ ادي مساحه، مش بنقلل منك، ولكن ادي مساحه للاجيال القادمه، ادي مساحه لاجيال مثقفه تطلع جديده. الوشوش اللي بنشوفها لازم تتغير، ولازم القوانين اللي هتتاخد بعد كده تكون صارمه. بالنسبه للتحيات بقى، الجزء الاخير بالنسبه لتحيات احمد رفعت، نتمنى ان هي تظهر في النهايه على خير، ومش عايزين ننسى احمد رفعت، ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب باذن الله. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.